السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بقى بفيديو جديد من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها قوي. الشركة ديت يعتبر معظم الفيديوهات كل ما نزل فيديو يعمل ضجة جامدة بتكون من شركة انجاز. احفظوا يا جماعة الاسم، الشركة اسمها شركة انجاز للمقاولات والديكور، ليهم صفحة كبيرة جدا على الفيسبوك، تقدروا تتابعوهم وتوصلوا لهم، يعني توصلوا للي انتوا عايزينه وتوصلوا ليهم هم بمنتهى السهولة. عشان انا كل الكومنتات المكان فين مع اني بكون ذاكرة المكان. يلا نبدأ الفيديو، ولو عوزت اي تفاصيل سيب لي كومنتات وصلي على النبي في الكومنتات وقول اللهم بارك لاصحاب هذا البيت. ندخل بقى كده على الطرقة. هو استغلها كمراية جرار والجزامة. عايزه اقول لكم ان الشقه ديت تقريبا مساحتها 96 متر، يعني المساحه برضو مش كبيره. كان هنا في حمام ضيوف، قفل بقى الحمام اللي هو كان الجزء بتاع البوتاجاز ده قفله ودخله على المطبخ، وعمل بقى هنا ايه، يعني جاب بوتاجاز عادي جدا، مش بلت ان ولا الكلام دوت. وفي نفس الوقت في مساحه، يعني انا طول عمري بقول ان انا لا، انا عايزه بوتاجاز بلت ان عشان المساحه، عشان قاعده في مكان صغير وبتاع. بس لما شفت الشقه ديت لا، هو اتحط البوتاجاز ووظف الاماكن ما بين المطبخ والمطبخ، فيه مساحه هايله جدا ما شاء الله. وادي هنا بقى الكاونتر بتاع الرخامه، حاطط له كرسيين بار. الحركه ديت بصراحه بتدي مساحه جامده جدا جدا في ان انت بتستغلي الرخامات. لكن بقى لو عندك ان انت تفتحيها على طرقه تبقى احسن طبعا من الليفينج. هنا حط ترابيزه 4 كراسي بس عشان الممرات بتاعه الحركه، وعشان المساحه، يعني المساحه ما كانش تسمح ان هو يحط 6 كراسي. وقدامهم عمل بوفيه بظرفه صغيره قوي نيش. البيت ما فيهوش نيش، البيت حلو جدا من غير نيش، مش محتاجين النيش اصلا في حياتنا، بياكل من المساحه وخلاص. وهنا عمل الركنه. بصوا حلاوة الشركة ديت ان بجد البيت بيبقى كله مية واحدة، يعني عينك ما بتتعبكيش، مفيش حاجة مختلفة. يعني انتي بتحسي ان المطبخ والتويليت والأوضة كلهم واخدين نفس الروح. ما بتطلعي وتتحركي في المكان ما بتحسيش ان في اختلاف، وده بيدي راحة لعينك بقى طبعا، وبيدي راحة نفسية في البيت. الواحد زهق من البيوت اللي كل حاجة لون بجد. يعني بصوا في الوان، البيت فيه كذا لون بس ما زادش مثلا عن 3 الوان 4 الوان بكتير قوي، اللي هو الابيض والبني والبيج، فاهميني؟ وادي اهو التويلت برضو. بصوا السيراميك الجرانيت اسود، وفي بقى اللي هو ميه الذهبي اللي هي مديه على بني ديت. وعمل هنا كابينه. وادي كمان السخان محطوط، بس يعني بجد مش شكله عادي، مش تحسي ان انتي مش شايفاه. وادي بقى هنا الغرفه دي بصراحه اكتر غرفه عجبتني، مقاسها صغير جدا. عملوا السراير، ودي قدامها من الناحية التانية دولاب منفصل، يعني كل طفل مثلا ليه الدولاب بتاعه. في النص مكتب، استغل الدنيا بمكتب، وقدامها شاشة كمان تخدم على السراير. ودي مكتب، وكمان في الظهر في مكتب ما بين السراير كمان تستخدم ككومودين والكلام ده. ودي بقى احلى حاجة عجبتني، المكتبة بتاعت الكتب دي تلم كل دوشة الاولاد. لو انتي لسه مكملة ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات واعملي لايك واشتراك في القناة. وتيجي بقى عند غرفة النوم، هنا عمل الدولاب بقى كله اللي هو الشكل الدريسنج اللي هو الزجاجي دوت. ده بيدي اتساع اكتر للأوض. الحلو ان هو استغل الحيطة كلها، عمل الدولاب من الحيطة للحيطة، فهي استغلت كل ركن، مش هيبقى في حاجة جنب الدولاب مهدورة. خدم بشاشة كمان قدام السرير. لو عايز تعملي، لو لسه مكملة اعملي لايك واشتراك في القناة، وباي باي، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.